أيام تفصيل عن انطلاق البطولة الوطنية لكرة القدم، وهنا في مركب الملعب التونسي التحضيرات جارية على قدم وساق لإعداد الفريق الذي تغير رصيده البشري بعد مغادرة 9 لاعبين. المنتدبون الجدد كالبوعزي والهشري ووائل باللكحل يختزنون في جرابهم خبرة الرابطة المحترفة الأولى مع أندية كبرى تنافس على الألقاب. باردو محطة جديدة يخوضون فيها غمار البطولة الوطنية ويتحدثون عن أجوائها وأهداف الفريق. عندنا اوبجيكتيف كون نعملوا لو ماكسيموم بوسيبل باش ناخذوا مرتبه مشرفه. عندنا جروب مزيان، عندنا ناس قاعده تخدم على رواحها، فما هوموجين ما بين جروب جون وجروب اكسبيريمونتي. قاعدين نخدموا بالكدا، قاعدين نتعبوا برشا. ان شاء الله ربي يوفقنا، والتعب هذا ان شاء الله نترجموه في الشامبيونات ان شاء الله. ما بين عناصر شبان وما بين معناها عناصر خبره. بالنسبه لنا طموحاتنا وكوننا نكونوا معناها نقدموا وجه مشرف معناها يليق بسمعه النادي وبسمعتنا احنا كلاعبين. قاعدين نستناو في الفورمول وفي الفورماسيون اللي باش تكون موجوده في معناها شويه المشاكل الموجوده معناها اللي قاعدين نسمعوا فيها. الاستقرار الفني في قلعة البقلاوة بمواصلة التجربة مع ابن النادي الأسعد الدريدي لم يصحبه استقرار على المستوى الإداري، ضبابية تلف مستقبل النادي وتلقي بظلالها على الفريق. بالنسبة لرئيس النادي احنا كلاعبين معناها يقعد زيد ولا عمر، معناها احنا جينا الفريق هذا باش نقدموا الإضافة، دونك اللي باش يقعد باش نحاولوا نتعاونوا مع بعضنا الناس الكل باش نخدموا لمصلحة النادي. ان شاء الله معناها في اقرب وقت ممكن تتحل المشكله هذه باش احنا كلاعبين نكونوا سورتو على المستوى الذهني حاضرين ان شاء الله. مازالت الامور ماهيش واضحه، ان شاء الله معناها كي تتحدد معناها الجلسه العامه وتوضح الامور الكل، نشوفوا شنو عندنا افكتيف، نشوفوا شنو نعملوا ليتا دي ليو، ونشوفوا شنو هو بالضبط نجموا نعملوا سنه. تعرف اللي الموسم الثاني دون لا كونتينيتي عملنا موسم محترم جدا وكنا نجموا نعملوا معناها ما خير، لكن جروسو مودو الملعب التونسي حقق موسم متميز اداء ونتيجه. ان شاء الله نشوفوا معناها التفاف مع تاع الاحباء ورجالات النادي، لانه نداء هذا بالنسبه للناس الكل. يلزمنا نخليو خلافات على جنب ونخزروا مصلحه الملعب التونسي. الملعب التونسي كان إلى وقت قريب يكن بالكبير الخامس في تصنيفات المحللين والإعلاميين المتابعين لكرة القدم التونسية، غير أن غياب الاستقرار عنه في السنوات الأخيرة أثر في مردود الفريق الذي بقي متذبذبا، فتارة ينال النادي مرتبة مشرفة وأحيانا يصارع من أجل البقاء، وذكريات الموسم قبل الفارط لا زالت بالأذهان.